كوبايتين من الدقيق، وتعالي اعملي معايا الحاجات الجميلة دي. معايا هنا كوبايتين من الدقيق هنزل بيهم كده. معايا هنا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة من السكر. معايا كوباية حلوة كده من الزبادي، معلقة صغيرة من الخميرة، وهبدأ اقلبهم كده مع بعض. هنزل معايا بنص كوباية من المية، مش هنزل بيها كلها. كوباية من الزبادي وهبدأ اعجن بيهم. الزبادي بتديها طراوة حلوة جدا، بتدي المعجنات طراوة حلوة قوي يا جماعة. اي رايب عندك. معايا ربع كوباية من الزيت كده صغيرة هنزل بيها، وابدأ الم العجينة ما تديني عجينة طرية ما تكونش بتلزق. لميتها خلاص معاكم بالشكل ده كده. تعالى نعمل بقى جهز الحشوات. انا معايا هنا سوسيس او الهوت دوج اللي كنت عامله معاكم في فيديو قبل كده، بحتفظ بيه الفريزر لاي حشوات بقى عندك، بيتزا، فطير شرقي، بيبقى حلو جدا. جهزت كده خلاص. معايا هنا فلفلايه الوان، هبدا اقطعها كده شرايح رفيعه. الحشوات اللي عندك حطيها، بتدي طعم حلو قوي وتغيير وجميله جدا. الولاد بيحبوها ويطلبوها دايما على طول. معايا بصلايه صغننه قوي كده. ما تنسوش تشتركوا عندي على قناتي على الفيسبوك واليوتيوب. رشه خفيفه من الزيت، هبدا اشوح كده الخضار، بصلايه مع الفلفلايه الالوان، رشه خفيفه من الملح، رشه صغيره كده من الفلفل الاسود. تشوح معايا الخضار خلاص كده. بدبل بس الخضار رشه كده بقى من الدقيق، وابدا انزل بالعجينه. طبعا عجينه طريه جدا حلوه قوي قوي. فانا لقيتها كبيره كده على صينيه واحده، قسمت منها جزء كده. هبدا افردها عادي بايدك او بالنشابه لو عندك، وهبدا انزل بيها كده في اي صينيه عندك. انا نزلت كده فيها في صينيه مقاس 30. عندي حبة كده من الكاتشب، لو عندك صوص البيتزا طبعا انزلي بيه. هنا الكاتشب برضو بيديها طعم حلو قوي. حبة كده من الجبن عشان تمسك معايا الخضار. اي جبن عندك، ده ميكس جبن. شرايح بقى من الفلفل اللي انا دبلت الخضار معاكم. ما تنسوش تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عندي. اشتركوا عندي على قناتي وتفعلوا معايا القناة. شرايح كده من الزيتون اسود واخضر. انزل بقى بالسوسيس او الهوت دوج اللي انا جهزته معاكم، وحبة حلوة كده من الجبن. بتبقى حلوة كده جميلة. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. بتطلع معايا باللون الجميل ده. بتاخد معايا حوالي 10 من 12 دقيقة. بتبقى حلوة جدا. قطعيها بقى تبقى في غدا او عشاء. حلو قوي قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم كده، يكون فيديو حلو كده خفيف عليكم. ما تنسوش تشتركوا عندي على قناتي وتفعلوا الجرس. بصوا طريقة طراوة جميلة جدا. الزبادي بتخلي لها طعم وقوام وريحة حلوة قوي قوي يا جماعة. خلصت معايا بالجمال ده. يا رب الفيديو يكون حلو خفيف كده عجبكم، واشوفكم على خير. السلام عليكم.